رجعتلك في الجزء اللي يمكن قلبك محتاجه أكتر. لو سمعتي الجزئين اللي فاتوا أكيد حسيتي إنك مش لوحدك في الرحلة، والنهاردة عايزاكي تحسي بحاجة تانية، تحسي إن في نور، وإن ربنا بيبعتلك علامات حتى لو انتي مش واخدة بالك. الجزء ده كله أمل، كله طمأنينة، كله رسائل ربانية صغيرة بتقولك أنا معاكي، خليكي معايا وهتسمعي كلام يفرح قلبك. عارفة إن أصعب لحظة في الابتلاء هي اللحظة اللي بتحسي فيها إن مفيش نهاية، بس الجميل في رحمة ربنا إنها بتسبق الوجع بالإشارات، إشارات تقولك قربت، قربت أبدل حالك بس اثبتي شوية، خليني أشاركك شوية علامات. مش لازم تحصل كلها، لكن لو واحدة منهم حصلت معاكي افتكري الكلام ده. قلبك بيبدأ يهدى فجأة بدون سبب واضح، مش لأن المشكلة اتحلت، لأ، لكن لأن ربنا نزل على قلبك سكينة. السكينة دي مش صدفة، دي هدية من ربنا بيقولك أنا سامعك وشايفك وعارف تعبك. ربنا بيبعد عنك حاجة كنت متمسكة بيها وساعات بتزعلك، وبعد وقت بتفهمي إن اللي اتاخد ده كان حماية مش حرمان. ربنا ساعات يشيل من طريقك اللي يعطلك عن الخير الجديد اللي جاي، دعوة كنت بتقوليها بقلبك كتير وتجيلك ليها علامات مش شرط تتحقق فورا، لكن تلاقي كلمة أو آية أو موقف كأنه رد على دعائك. دي مش مصادفة، دي رسالة، دعوتك وصلت واستجابت، جاية بس في وقتها. ربنا يرزقك شخص يطبطب عليكي أو كلمة تخفف، مش لازم يكون قريب، ممكن يكون حد غريب، ممكن فيديو أو بودكاست، لأن رحمة ربنا ساعات بتيجي بطرق بسيطة بس تأثيرها كبير. قلبك يبدأ يفهم الحكمة أو جزء منها، مش فهم كامل، بس لمعة نور صغيرة تقولك يمكن ده كان خير وأنا ما كنتش شايفه. وده من أقوى علامات قرب الفرج. لو أي علامة من دول لمستك اعرفي إن ربنا بيطمنك وبيقولك أنا معاكي ولسه هعوضك. قبل ما نختم، حابة أسيب في قلبك حاجة بسيطة. ربنا عمره ما أخر عنك حاجة إلا ليعطيكي أجمل منها وقت ما تكوني مستعدة تستقبليها. لو حسيتي بنور بسيط جوه الكلام تمسكي بيه لحد ما ربنا يفتحلك أبواب أكبر من اللي كنتي بتحلمي بيها. استنيني في الجزء الرابع، ومش هنتكلم عن مرحلة التعويض وعن القوة اللي بتطلع بيها بعد ما العاصفة تعدي. ما تنسيش تشتركي في القناة مراية الروح لو لسه ما عملتيش كده، عشان ما تفوتيش أجمل جزء في الرحلة، وشاركيها مع كل اللي تعرفيهم.